حسين الشحات يقلب الطاولة وينزل بديلا في الشوط الثاني ويقود الاهلي للفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف. وليد صلاح الدين: بكره احنا موجودين في التمرين عادي وشغالين ومفيش اي حد هياخد اجازات من اللاعبين عشان نشتغل المباراة الجاية، وبعد كده نهدى ونعيد ترتيب الاوراق في التوقف الدولي بهدوء. حتى الان افضل اللاعبين في التقييم في الدوري المصري هو عمرو السولية. طاهر محمد طاهر لاعب الفريق شعر بآلام في العضلتين الاماميتين اثناء مباراة الزمالك اليوم، وسيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الاصابة ووضع البرنامج العلاجي المناسب للاعب. يلعب الاهلي مباراته القادمة قبل التوقف الدولي ضد كهرباء الاسماعيلية يوم 4 اكتوبر المقبل، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. تصريحات تؤكد ان سبب اعادة تنفيذ ركلة الجزاء لصالح الزمالك ان مرحلة ما قبل التنفيذ شهدت اقتحام احد لاعبي الاهلي منطقة الجزاء. جلطة سراي يواجه ليفربول اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة في دوري ابطال اوروبا. الخطيب يجهز بيان ترشحه لانتخابات الاهلي اليوم او بحد اقصى غدا. انباء تؤكد ان اسامة هلال مدير التعاقدات بالنادي الاهلي موجود حاليا بالدنمارك من اجل ملف المدرب الجديد. محمود حسن تريزيجيه يغيب عن الاهلي في مواجهة كهرباء الاسماعيلية بالدوري بداعي الايقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة. امام عاشور يحتاج من اسبوع ل10 ايام فقط للعودة لتدريبات الاهلي بعد تحسن حالة اللاعب بشكل كبير. يحل منتخب مصر ضيفا على جيبوتي يوم 8 اكتوبر المقبل في المغرب، ثم يعود لاستضافة غينيا بيساو على استاد القاهرة يوم 12 من الشهر نفسه. جدول الدوري بعد فوز الاهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، والاهلي يتبقى له مباراة اذا فاز بها سيصبح 18 نقطة يتفوق على الزمالك بنقطة. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.